أخطر مكان على وجه الأرض. في أماكن محظور على البشر حتى الدخول ليها، أماكن كلها غموض وحواليها أسئلة كتير جدا. المنطقة A51. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. سنة 1947 ويليام بريسل مزارع أمريكي في ولاية نيو مكسيكو على بعد من مدينة اسمها روزويل بمسافة مش كبيرة. خرج في يوم يراعي أرضه وسمع صوت انفجار وضوء عالي جدا حصل لحظة الانفجار دي، لدرجة انه فكر ان دي عاصفة رعدية. قام خد الحصان بتاعه وراح على روزويل، المكان اللي سمع الصوت جاي من عنده، ويفاجأ بطيارة على شكل الطبق أو زي ما بيسموها الأطباق الطائرة، واقعة ومتحطمة خالص. طلع جري على وحدة الجيش التابعة ليها المنطقة دي، وعلى طول الجيش طلع بيان بيقول إن ده فعلا طبق طاير اللي هو بيكون طيارات الفضائيين. الدنيا اتقلبت حرفيا، والصحافة ما كدبتش خبر ونشرت الخبر ده، لكن بسرعة جدا الجيش الأمريكي طلع نفى الخبر وقال إن ده منطاد لاستطلاع الطقس مش طبق طائر ولا حاجة. الصحافة قالت هنا لا، الجيش عايز يخبي حاجة. ليه تراجعوا في البيان؟ بعدها بكام سنة تحديدا سنة 1955 أسست الاستخبارات الأمريكية المنطقة 51 في ولاية نيفادا، ومنعت تماما حد يدخلها. ده كمان أي حد هيحاول يدخل جوه المنطقة دي هيتضرب عليه النار مباشرة، لأن جوه في فضائيين. أمريكا مش عايزة تظهرهم ومش عايزة العالم يعرف حاجة عنهم، لأن بينهم وبين الفضائيين اتفاقيات هي اللي مخلية أمريكا النهاردة بالتطور التكنولوجي ده. غير إن في المنطقة دي في تصنيع أسلحة خطيرة جدا. ده كمان سكان المنطقة دي دايما بيشوفوا الأطباق الطايرة دي فين؟ في المنطقة 51، وده بشكل مستمر. ده كمان في فيديوهات انتشرت لده بتظهر فيها تحركات لكائنات مش شبه البشر، وانتشر كمان فيديو لتشريح كائن برضه مش شبه البشر، حتى انه ب6 صوابع وهيكله غريب، واتقال ان ده لقوه داخل الطبق اللي كان في حادثة روزويل. ده في فضائيين بجد بقى. ده غير ان المنطقة دي حتى امريكا مش بتظهرها على الخريطة. وحصل لقاءات تلفزيونية وصحفية لناس مفروض انها بتشتغل في منطقة 51، قالوا ان فعلا جوه في فضائيين. كل ده خلى الناس بشكل عام عندها رغبة شديدة جدا تعرف المنطقة 51، لحد سنة 2019 نشر شاب بوست اسمه ماتي روبرتس بيقول فيه لن يستطيعوا إيقافنا جميعا، دعونا نقتحم المنطقة 51. بوست عادي بس وصلت ضجته ل2 مليون بني آدم. قالوا إنهم عايزين يروحوا الاقتحام ده، وتحدد كمان ميعاد هيقتحموا فيه المنطقة 51. وفورا بعتت القوات الأمريكية جنود وزودت الحراسة، وحصلت حالات اعتقال لعدد كبير جدا من الشباب اللي كانوا بيحاولوا يدخلوا المنطقة 51. هو ايه اللي ورا المنطقة 51؟ بص، المنطقة دي الجدل اللي حصل عليها بسبب التصريحات اللي طلعت وقت حادثة روزويل وبعدين رجعت اتنفت، والناس اصلا كانت عايزة تصدق ان في فضائيين. ده غير ان المنطقة دي الاستخبارات الامريكية كانت اصلا غير معترفة بيها وبتتعمد ما تظهرهاش على الخريطة، واللي بحكيهولك ده لأكتر من 50 سنة، واعترفت بيها بعد ما اتسربت وثائق خاصة بالمنطقة دي. وده خلى الناس تسأل ايه اللي جوه المنطقة دي؟ بس اللي جوه يا صديقي هو ان المنطقة دي تجسسية عسكرية، وطبيعي جدا يكون ممنوع دخول البشر ليها او اي حد من الناس العادية، وخصوصا انها كانت مكان لتجارب الاسلحة النووية الامريكية. حتى الطبق الطاير اللي كان في قصة روزويل اللي قالت الاستخبارات انه منطاد بس لاستطلاع الطقس وقتها، طلع بعدين انها طيارة تجسس اسمها U-2 كانت أمريكا بتستخدمها في التجسس على دول الاتحاد السوفيتي وقت الحرب الباردة. وجزئية الكائن الفضائي اللي كان بيتم تشريحه اتعرض على أكتر من أخصائي وأكد إنه مفبرك ومستحيل يكون حقيقة. والشخصيات اللي طلعت واتكلمت عن الفضائيين اللي جوه وإنهم كانوا شغالين هناك أثبتوا بعدين المعلومات اللي قالوها عن نفسهم غلط، وبالتالي المعلومات اللي قالوها كانت مصدر تشكيك. رغم كل المعلومات دي وإعلان البنتاجون الأمريكي نفسه إنها منطقة عسكرية، لسه لحد النهاردة في ناس بتشكك إنها منطقة عمل مشترك مع الفضائيين. قولي في الكومنتات أنت بتصدق بوجود كائنات فضائية وتحب نتكلم عنهم في حلقة ولا لأ؟ ولو كنت على الفيسبوك اتأكد إنك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد إنك عامل سبسكرايب. أنا مريم رجب كنت معاكم
في ما وراء الحاجات.